صرخة جديدة من فينيسيوس ضد العنصرية. أنشيلوتي غاضب من التلاعب بالفار. قرار متأخر من الشرطة ضد العنصريين. حملة للصحف الإسبانية ضد العنصرية. تصريحات تيباس تستفز نجم السيتي. السيتي يسابق ريال مدريد على فيراتي. قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو. السعودية تخلص الميرينجي من هازارد. كانسيلو يفضل برشلونة على ريال مدريد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة مدريد نيوز. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشر. أطلق فينيسيوس جونيور صرخة جديدة في وجه العنصرية في الدوري الإسباني. ونشر فينيسيوس فيديو مجمع للإهانات العنصرية التي تعرض لها هذا الموسم في الليغا، أرفقها برسالة غاضبة قال فيها: كل مباراة لعبناها خارج أرضنا هذا الموسم مثلت مفاجأة غير سارة. كانت هنالك الكثير من هذه الأحداث غير السارة هذا الموسم. تلقيت تمنيات بالموت ورأيت دوما معلقة وسمعت الكثير من الصيحات الإجرامية وجميعها حوادث مسجلة. الحديث دائما يذهب في اتجاه اعتبار الحالات معزولة وفردية. لا، هي ليست كذلك. هنالك مسلسل مستمر ينتشر عبر عدة مدن إسبانية حتى في البرامج التلفزيونية. الدليل في الفيديو. الآن أنا أسأل: كم عدد من تم نشر أسمائهم وصورهم من بين هؤلاء العنصريين في المواقع؟ الجواب 0. ماذا ينقص لتجريم هؤلاء الأشخاص ومعاقبة الأندية رياضيا؟ لماذا لا يقاضي الرعاة رابطة الليغا؟ ألا تنزعج محطات التلفزيون حينما تذيع هذا الهراء كل أسبوع؟ المشكلة خطيرة جدا والبيانات لم تعد تجدي نفعا. لا تلوموا علي ولا تبرروا الأفعال الإجرامية. هذه ليست كرة قدم، هذه ليست إنسانية. يشعر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالغضب بعد تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور لإهانة عنصرية خلال مواجهة فالنسيا. وقال أنشيلوتي: فينيسيوس ضحية لما يحدث ويتم اعتباره أحيانا بالجاني. البعض يعتقد بأنه مستفز، لكن هذا خطأ، فهو ضحية للعنصرية. وأضاف: حين أتحدث عن جماهير فالنسيا لا أقصد 46 ألف مشجع، بل مجرد مجموعة منهم. وأتفق مع ما قاله تشافي مدرب برشلونة. إسبانيا ليست عنصرية عكس ما يرى فينيسيوس، ولكن يجب على رابطة الليغا والاتحاد الإسباني والحكام القيام بعملهم بشكل جيد. وكان فينيسيوس قد نشر بيانا على تويتر أكد فيه أن العنصرية أمر طبيعي في الليغا، كما أن اليوم في البرازيل تعرف إسبانيا بأنه بلد العنصريين. وأوضح أنشيلوتي: التلاعب بصورة أمر خطير، ولا أعرف هل حقا حكم الفار ضد فالنسيا قد تلاعب بالصورة أم لا، لكن كان واضحا الهجوم من حارس فالنسيا واللاعب هوغو دورو على فينيسيوس قبل طرده. ونوه: بعد المباراة قالوا لي أنهم وصفوه بالأحمق بدلا من القردة، كما لو كان من الممكن تحمل إهانة حتى لو لم تكن عنصرية. أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على المتورطين في حادث الهجوم العنصري على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد. وبحسب برنامج الشرينجيتو الإسباني الشهير، فإن الشرطة الإسبانية أوقفت 3 شبان في مدينة فالنسيا بتهمة السلوك العنصري ضد فينيسيوس جونيور. وهتفت جماهير فالنسيا كثيرا ضد فينيسيوس ووصفته بالقرد قبل أن يتورط في شجار مع لاعبي الفريق المنافس ليتم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة. وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال 4 أشخاص بسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد. وقالت الشرطة في بيان: القبض على هؤلاء جاء بسبب تعليقهم دمية بقميص فينيسيوس على جسر بالقرب من المدينة الرياضية لريال مدريد. ووقعت الحادثة في نهاية يناير الماضي قبل ديربي كأس الملك بين الريال وأتلتيكو. وجرى تعليق لافتة شهيرة آنذاك بعنوان مدريد تكره الريال، وبجوارها دمية معلقة من رقبتها تحاكي رجلا مشنوقا مرتدية قميص ريال مدريد واسم فينيسيوس جونيور. وتضامن عدد كبير من نجوم كرة القدم مع فينيسيوس مثل كيليان مبابي ونيمار ورونالدو وروبرتو كارلوس وتشافي هرنانديز. أطلقت الصحف الإسبانية حملة ضد العنصرية لدعم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد الواقعة التي تعرض لها خلال مواجهة فالنسيا. وعنونت صحيفة ماركا: ألا تكون عنصريا هذا لا يكفي، يجب أن تكون مناهضا للعنصرية. وأضافت: الحادثة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس في المستايا حلقة مخزية تضاف إلى ما حدث بالفعل في الملاعب الأخرى ومع لاعبين آخرين. وخرجت صحيفة آس بعنوان العالم في صف فينيسيوس جونيور، وأضافت: إدانة بالإجماع للإهانات العنصرية من كل الشخصيات. وتابعت: فلورنتينو بيريز التقى بفينيسيوس وينتقد تقاعس روبياليس. وعلى الصحيفة الرئيسية لصحيفة موندو ديبورتيفو جاء العنوان هذا يكفي. وأضافت: كرة القدم الإسبانية توحد الصف ضد العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس في المستايا.
أكد ميكا ريتشاردز اللاعب السابق لمانشستر سيتي وأحد أشهر المعلقين الإنجليز أن تعليقات خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول العنصرية جعلت الدم يغلي في عروقه. وقال ريتشاردز أن تيباس حاول أن يتحول للضحية في قضية العنصرية بحق فينيسيوس، والبيان الذي نشره ردا على البرازيلي كان مخزيا. وكان تيباس قد أكد أنه لا إسبانيا ولا ليغا عنصرية، وأنه لن يسمح بتلطيخ سمعة البطولة الإسبانية، وذلك ردا على رسالة لفينيسيوس قال فيها إن صورة البطولة تهتز وأن رئيس الليغا يهاجمه هو بدلا من انتقاد العنصريين. وقال ريتشاردز: حاول تيباس أن يصبح الضحية في كل هذا، بيان مخزن تماما، إنه يجعل دمي يغلي وهذا جزء من المشكلة. إنها ليست مجرد مشكلة في كرة القدم، إنها مشكلة تواجه الكثيرين يوما بعد يوم. وأكد أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلات فذلك يرجع إلى أن الناس لا تأبه لها بما يكفي، وأن مبادرات تضامن مثل الركوع على الركبة من أجل حركة حياة السود مهمة لا تأتي. أكد وزير العدل البرازيلي فلافيو دينو أن بلاده تدرس تفعيل الحصانة المحلية في واقعة الاعتداءات العنصرية على فينيسيوس جونيور حال تجاهل السلطات الإسبانية. وقال الوزير: نبحث إمكانية تفعيل هذه الحصانة المحلية. ينص القانون الجنائي على أنه في بعض المواقف الاستثنائية يمكن تطبيق القانون البرازيلي، وذلك في حال وقوع جرائم بحق مواطنين برازيليين حتى لو في الخارج. وأوضح دينو بأن الأمر يقتصر حتى الآن على دراسة احتمالات اعتبارنا بأن السلطات الإسبانية غضت الطرف عما يحدث. كما أبرز في تغريدة عبر تويتر أن القانون الجنائي يتضمن إمكانية تطبيق مبدأ الحصانة المحلية حال طلبت الحكومة ذلك كحل نهائي إزاء جريمة تعرض لها مواطن برازيلي في الخارج. واعتبر الوزير بأن الآلية قد تكون ناجعة حال تقاعس السلطات المختصة، وقد تنجح كوسيلة للتعامل مع الهجمات غير العادلة التي يتعرض لها مواطن. دخل مانشستر سيتي سباقا مع ريال مدريد على التعاقد مع ماركو فيراتي أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي القادم. وزعمت بعض التقارير بأن ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد خلال الموسم الجديد. ووفقا لصحيفة لو باريزيان فقد استفسر مانشستر سيتي عن إمكانية التعاقد مع فيراتي في صيف 2023. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فيراتي يدرس بالفعل الرحيل عن سان جيرمان عقب توتر علاقته مؤخرا بمشجعي باريس. وذكرت أن إدارة باريس لا تمانع رحيل فيراتي إذا حصل الفريق الفرنسي على عرض كبير لبيع اللاعب الإيطالي. وكشفت الصحيفة بأن قرار فيراتي بالرحيل عن باريس ليس نهائيا، لكن اللاعب منفتح على خوض تحديات جديدة. ويرتبط ماركو فيراتي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2026. أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو الأربعاء ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني. وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد كل من فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، وكان فينيسيوس قد حصل على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه مع فالنسيا. وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة كالآتي: حراسة المرمى كورتوا، لونين، لويس لوبيز. الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريازولا، فاسكيز، روديغير، مندي. الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس. الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، رودريغو. يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب لصالحه. دخل ثنائي ساديو ماني وإيدن هازارد دائرة اهتمامات أحد عمالقة الدوري السعودي من أجل الحصول على خدماتهما في صيف 2023. وبحسب موقع فوت ميركاتو فإن مسؤولي الأندية السعودية يريدون استقطاب المزيد من نجوم كرة القدم العالمية في الموسم المقبل. وكان النصر قد أبرم صفقة تاريخية في يناير الماضي بضم الأسطورة كريستيانو رونالدو، أما الهلال يبدو قريبا من جلب الأرجنتيني ليونيل ميسي. الظفر بتوقيع هازارد من ريال مدريد يبدو أسهل للهلال على الرغم من رغبة اللاعب البلجيكي في استكمال عقده مع الملكي حتى يونيو 2024. لكن إدارة ريال مدريد ترغب في التخلص من هازارد نظرا لحصوله على راتب ضخم في ظل خروجه من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي. تقدم جواو كانسيلو هدف ريال مدريد وأحد اللاعبين البارزين في مركز الظهير الأيمن خطوة جديدة في ميركاتو برشلونة الصيفي. وحسب صحيفة سبورت فإن جواو كانسيلو نجم بايرن ميونخ المعار حاليا من مانشستر سيتي دخل أجندة برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيمن. وأوضحت الصحيفة بأن برشلونة يضع جواو كانسيلو كخيار أول رغم أنهم يعرفون رفض المان سيتي للتفاوض على تركه على سبيل الإعارة. ولا ينوي بايرن ميونخ شراء كانسيلو بشكل نهائي، ولذلك سيعود الأخير إلى مانشستر سيتي وسط اهتمام ريال مدريد وأرسنال. وذكرت بأن برشلونة يراهن في الصفقة على نجاح وكيل اللاعبين خورخي مينديز في ضم كانسيلو بسعر أقل من خوان فويث المقدر بنحو 40 مليون يورو حتى يتمكن الفريق الكتالوني من ضم اللاعب البرتغالي. عزيزي متابع قناة مدريد نيوز،
هل تثق بانتصار فينيسيوس على العنصريين؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.